أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره البرتغالي أنطونيو كوستا عن حماسهما لفكرة تنظيم مشترك لكأس العالم مع المغرب في العام 2030. وقال سانشيز الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع كوستا في نهاية القمة الإسبانية البرتغالية في بلد الوليد شمال غرب إسبانيا، قال إن الأمر متروك لاتحادات كرة القدم بالبلدان الثلاثة لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، مضيفا بأن هذا الاقتراح إن كتب له النجاح سيكون تجربة غير مسبوقة لأن المونديال سينظم في قارتين. من جانبه وصف رئيس الوزراء البرتغالي كوستا الترشح الثلاثي المحتمل بفكرة جيدة وإيجابية تتطلب عملا طويلا لكي تتحقق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي قام بزيارة عمل إلى المغرب يوم الاثنين الماضي كان قد كشف عن اقتراح من بلاده بشأن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع المغرب والبرتغال.